أهلا بحضراتكم. معاكم حسام طه بكر، أستاذ الجغرافيا والتاريخ. أبدأ أشرح لحضراتكم تاريخ مصر المعاصر من فترة ثورة 23 يوليو سنة 52 مرورا بكل الأحداث اللي مرت بها المنطقة العربية ومصر بشكل خاص، من حرب فلسطين 48، العدوان الثلاثي 56، حرب 67، حرب 73، ثورة 2011 وثورة 2013، حتى تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر سنة 2014. تمام. ثورة 23 يوليو 52 اختلفت الكتابات والآراء والمؤرخين حول ثورة 23 يوليو. والله بعض المؤرخين قالوا انها تكتسب أهمية عظيمة لم تركته من آثار على أغلب الحركات التحررية في المنطقة العربية وفي العالم بشكل عام. ليه؟ يعني ايه حركات تحررية؟ وقتها المنطقة العربية كانت تحت الاحتلال، القوات المستعمرة بتحتل الدول العربية، منهم مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني، الجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي. فاحنا نجحنا ان احنا بثورة 52 ثورة يوليو 52 احنا نمشي الاحتلال البريطاني ونعمل معاه اتفاقية جلاء، ومشوا فعلا سنة 56 رحيل القوات الإنجليزية عن مصر. وبدأنا يعني مصر بدأت انها تساعد الدول العربية انها تتحرر من الاستعمار الموجود على أراضيها. تمام. قسم قادتها اللي هم قادة ثورة 23 يوليو أو السيد الرئيس جمال عبد الناصر بشكل خاص، قسم في تأسيس لحركات لا يزال أغلبها باقية، مثل حركة عدم الانحياز. يعني إيه عدم الانحياز؟ من بداية الخمسينات العالم انقسم بين كتلتين، كتلة شرقية وكتلة غربية. الكتلة الشرقية يعني لو قسمنا العالم بالنص هتلاقي الكتلة الشرقية اتحاد سوفيتي ودول كتير منضمة ليه، ومنهم بعد التفكك طبعا أقواهم روسيا حاليا. الكتلة الغربية أو الكتلة الرأسمالية هي متمثلة في أمريكا وبعض دول أوروبا، وهنا في حلف وارسو وهنا في حلف شمال الأطلنطي. طيب العالم كده انقسم بين قوتين، طيب احنا موقفنا ايه؟ قال لك احنا عدم انحياز، يعني لا ننحاز لدول ولا ننحاز لدول، احنا مش هيتم استقطابنا من اي من القوتين، احنا دول يعني ايه على الحياد. وفعلا ظهرت حركة اسمها حركة عدم الانحياز، دي أساس السيد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وضم معاه مثلا الهند، يوغوسلافيا، اندونيسيا، وتم تأسيس حركة عدم الانحياز. مش هنكون مع الكتلة الشرقية ولا مع الكتلة الغربية. تمام؟ طيب البعض الآخر يرى أنها ثورة يوليو 52 دي سلسلة أو امتداد لنضال طويل للشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني اللي بدأ من أيام الثورة العربية سنة 1882 من أحمد باشا عرابي، وفترة حكم الأسرة العلوية منسوبة لمحمد علي باشا، حتى آخر ملك لمصر هو الملك فاروق. وتم بعد ثورة 52 أو من يعني أهداف الثورة اللي نجحت فيها أنها تلغي النظام الملكي ويبدأ النظام الجمهوري حتى قيام ثورة 23 يوليو 52. تمام. عوامل قيام ثورة يوليو 52، أسباب كتير أدت لقيام الثورة، أهمهم طبعا هو استمرار الاحتلال البريطاني لمصر من أيام الثورة العربية من سنة 82 والاحتلال مستمر معنا. مصر عايزة تاخد الاستقلال بتاعها. كان في محاولات قبلها، كان في معاهدة 36، دي معاهدة تمت بين الإنجليز وبين مصطفى باشا النحاس، وده كان رئيس حزب الوفد. معاهدة 36 بريطانيا كانت بتجهز نفسها إنها تدخل الحرب العالمية الثانية، ودي بدأت سنة 39. فقالت إن مصر هتساعدني في الحرب. هنساعدك إزاي؟ قال لك والله أنا أستخدم المواني والمطارات والطرق المصرية في الحرب. ده رقم واحد. رقم اتنين، قالت ان مصر هتساعدني، الحكومة المصرية تبدأ تبني سكنات ومعسكرات للجنود البريطانيين. تمام. طيب ايه المقابل؟ المقابل ان مصر هتاخد الاستقلال بعدها، وفي نفس الوقت هنساعد مصر انها تنضم لعصبة الامم. عصبة الامم يعتبر هو الاسم السابق لمنظمة الامم المتحدة. منظمة الامم المتحدة الموجودة حاليا تضم مثلا العالم كله في حوالي اكثر من 200 دولة، منهم 193 دولة منضمة للامم المتحدة، ودول غير كاملة العضوية زي فلسطين وزي الفاتيكان، ودول تانية غير منضمة. فالاسم السابق أو بداية تشكيل اتحاد بين الأمم وبعضها كان عصبة الأمم، وده بدأ سنة 19. إن مصر هتنضم لعصبة الأمم هساعدها وفي نفس الوقت همشي من أرض مصر وأسيب لمصر استقلالها. طيب بريطانيا دخلت الحرب، حصل بعد يعني في وسط الحرب حصل مشكلة اللي هي مشكلة سنة 42، 4 فبراير سنة 42. بريطانيا كانت بتضغط على الملك فاروق
ان هو يساعدها في الحرب. الملك فاروق او الدوله المصريه قالت احنا خايفين من ولايات الحرب، احنا مش مستعدين ان احنا ندخل في حروب، كفايه ان الحرب العالميه دي بتدور على ارضنا. والحرب طبعا لها تبعات سياسيه واقتصاديه وضغط على الدوله المصريه. فقالت احنا نكون يعني على الحياد، مش هنتدخل في الحرب. بريطانيا بتضغط تاني ان مصر عايزه تدخل حرب تساعد القوات البريطانيه وتحارب الدول المحور. طيب وبعدين بريطانيا اتدخلت وعملت حصرت قصر عابدين اللي كان فيه الملك فاروق سنة 42 يوم 4 فبراير لإرغام الملك فاروق إن هو يولي الحكومة المصرية لمصطفى باشا النحاس. طبعا ده تدخل في شؤون مصر. وفعلا أجبرت الملك فاروق إن هو يعين مصطفى باشا النحاس رئيسا للحكومة. خلصت الحرب سنة 47. الحرب استمرت من 39 ل 45. سنة 47 امشي بقى احتلال، احنا عايزين ارضنا، عايزين الاستقلال. الاحتلال او الانجليز ما سابوش مصر، فقام مصطفى باشا النحاس او الدوله المصريه قامت ب ان احنا رحنا لمجلس الامن. مجلس الامن دوره ان هو بيحافظ على السلام والامن الدوليين بين الدول وبعضها عشان ما يحصلش حروب، هو المعني بمساله الحروب بين الدول. راحت لمجلس الامن قالت له بعد يا مجلس الامن احنا عايزين القوات البريطانيه تسيب ارض مصر وفي نفس الوقت نحصل على الاستقلال. مجلس الامن للاسف يعني ما اهتمش بالموضوع. بعدها حصل سنه 51 مصطفى باشا النحاس قال لك انا هلغي المعاهده بتاعت 36 اللي احنا طبقناها مع الانجليز، لان الانجليز ما سابوش بعد الحرب زي ما اتفقوا معانا ارض مصر وخرج الاحتلال. تمام. وساعدوا بقى قوات الشرطه انها تسلح نفسها ويبقى في فدائيين يهاجموا المعسكرات او الجنود البريطانيين في قناه السويس. فبريطانيا شافت ان او الانجليز شافوا ان الشعب المصري بينتفض عليهم وفي ثورات ضد الاحتلال، فيعملوا ايه؟ راحوا حصروا مبنى محافظه الاسماعيليه. حصروا المبنى بقواتهم بالدبابات بالمعدات، وبدات تقوم يعني ايه معركه بين الجنود وبين ضباط الشرطه المصريه الابطال وبين قوات الانجليز، واستشهد عدد كتير من المصريين وقتها. واليوم ده كان 25 يناير سنة 52. وأصبح اليوم ده هو عيد وطني للشرطة المصرية لأمجاد السابقين وقتها من أبطالنا وقت محاصرة مبنى محافظة الإسماعيلية. تاني يوم 26 يناير حصل حريق القاهرة. الشعب بدأ ينتفض وكاره أو غير موافق على استمرار الملكية، وده من ضمن الأسباب اللي أدت إلى ثورة 23 يوليو سنة 52. نرجع كده نشوف الكلام. لم تحقق معاهدة 36 استقلال كامل لمصر اللي عملها مصطفى باشا النحاس مع الإنجليز، وقد ظهر ذلك عندما حصل قوات الاحتلال في فبراير 4 فبراير 42. تمام. أسرع عابدين إجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى باشا النحاس رئيسا للحكومة. دي فهمتها. تاني حاجة هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48. سنة 48 نتيجة بقى وعد بلفور. وعد بلفور ده كان سنة 1917. ده كان وزير خارجية بريطانيا وعد اليهود ان هو يعمل لهم وطن في فلسطين. فسنة 48 حصل ان تم اعلان قيام دولة اسرائيل، وده لسه هنشوفها. وللاسف بدأوا ان هم يعملوا مذابح في اخواتنا الفلسطينيين. مصر والدول العربية مش هتسكت، دخلت حرب 48، والحرب دي للاسف حصل انهزام للجيوش العربية بعد فترة الهدنة اللي استمرت شهر. هنشرحها بشكل تفصيلي أكتر كمان شوية. طيب هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48 من ضمن أسبابه دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، وكمان بريطانيا كانت بتدعم إسرائيل، غير إن بريطانيا كانت محتلة مصر. يعني بريطانيا بتحتل مصر وكمان بتساعد إسرائيل وضد مصر. طيب ففي حالة يعني عدم رضا من الشعب على بقاء قوات او بقاء الاحتلال البريطاني على مصر. تاني سبب كان عدم استعداد الجيش المصري والعربي عسكريا في الفترة دي، عكس حاليا الجيش المصري هو الجيش الاول في المنطقة، الاقوى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط، والجيش رقم 10 على العالم. جيش قوي جدا في كل قطاعاته، سواء جوية بحرية دبابات طيارات رافال حاملات طائرات. احنا جيش عظيم جدا جدا وقوي جدا. تالت رقم
عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. طيب حياة ديمقراطية، مين اللي كان بيحكم مصر؟ كان النظام الملكي. كان في فساد في النظام الملكي، كان في احتلال، كان في احتلال كمان خضوع مصر الاحتلال البريطاني. طيب الاحزاب السياسيه وقتها اللي هو الاحزاب الموجوده مثلا في البرلمان كان اسمه وقتها الامه. ثالث سبب عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. طيب حياه ديمقراطيه، مين اللي كان بيحكم دلوقتي الحياه السياسيه في مصر في الوقت ده؟ كان النظام الملكي. هل كان جيد؟ لا، كان في فساد في النظام الملكي. طيب مصر كانت دوله مستقله؟ لا، مصر كانت دوله تحت الاحتلال البريطاني. طيب الاحزاب السياسيه موقفها كان ايه؟ كان في فساد في الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه كانت بتتصارع فيما بينها للحصول على المكاسب والمناصب والمال والكرسي، ولكن ما كانش اهتمامهم بالشعب المصري واحوال الشعب المصري. فكان الشعب في حاله يعني عدم رضا عن الوضع الديمقراطي في مصر. نقرا كلام: فساد النظام الملكي، خضوع مصر الاحتلال البريطاني، فساد الاحزاب السياسيه له اثر كبير في زياده الصراع من اجل الوصول للحكم دون النظر لحال الشعب المصري. رابع حاجة فساد النظام الملكي. كان النظام الملكي كان نظام مستبد، بمعنى ان هو كان ديكتاتوري. كان مش عايز يسيب مصر حكمها للمصريين. فكان الأسرة العلوية الملك بيورث ابنه بيورث ابنه بيورث ابنه، من بداية من محمد علي إلى نهاية الأسرة الحاكمة أو الأسرة الملكية، وآخر ملك كان الملك فاروق. فطبعا الملك فاروق كان مستبد بالحكم، مش عايز يسيبه. وتاني حاجة انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة، ودي من ضمن الأسباب اللي أدت لهزيمتهم في حرب 48 في فلسطين. خامس حاجة تدهور الحالة الاقتصادية لمصر. الأصل الناتج عن توقيع معاهدة 36. احنا قلنا معاهدة 36 حصلت بين معاهدة حصلت بين الإنجليز وبين مصطفى باشا النحاس، ففي حرب على أرض مصر، فطبعا ده بيستهلك اقتصاد مصر. ومصر كانت يعني ملزمة إنها تساعد بموانيها ومطاراتها وطرقها، وتبني كمان طرق وتبني سكنات عسكرية وتبني معسكرات للجنود البريطانيين. فده شكل ضغط على حالة الاقتصاد أو الدخل المصري والحالة الاقتصادية لمصر. طبعا ده بيكون له مردود سيء على الحالة الاقتصادية للشعب. خامس نقطة هو تدهور الحالة الاقتصادية لمصر. ما الأثر الناتج عن توقيع معاهدة 36؟ معاهدة 36 نرجع تاني، احنا قلنا معاهدة 36 كانت بين الانجليز وطرف تاني هو مصطفى باشا النحاس رئيس حزب الوفد، لان بريطانيا داخل الحرب فعايزه ان مصر تساعدها في الحرب اقتصاديا. بريطانيا تستخدم الطرق المصريه، المواني، المطارات. مصر تنشئ معسكرات وسكنات للجنود. فمصر كانت يعني ايه اقتصادها كان موجه لمساعده بريطانيا في الحرب، فده شكل ضغط على الحاله الاقتصاديه المصريه، وبالتالي مردوده على الشعب كان مردود سيء. الأثر الناتج عن توقيع معاهدة 36 جعل مصر ميدانا لمعركة الحرب العالمية الثانية، تمام، واستنزاف موارد البلاد لخدمة بريطانيا وحلفائها في الحرب. وترتب على ذلك إرهاق الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة معاناة أفراد الشعب. سادس نقطة سوء الأحوال الاجتماعية. دي عبارة عن نقطتين هنتكلم فيهم: الصراعات السياسية بين الأحزاب. وطبعا احنا قلنا أن الأحزاب وقتها كانت أحزاب يعني نقدر نقول غير وطنية، مش بتهتم بمصلحة المواطنين. كان اهتمامهم هو الحصول على مكاسب من السلطة، من خدمة الملك، خدمة الإنجليز، لكن ما كانش فيه اهتمام بالحياة الاجتماعية للمواطنين ومحاولة تحسينها. نرى الكلام: صراعات سياسية بين أحزاب مما أدى لعدم وجود سياسات واضحة وثابتة للإصلاح الاجتماعي. تمام. تاني نقطة هي ظاهرة الإقطاع وسوء توزيع الأراضي الزراعية. الإقطاع بمعنى إن في واحد من الأعيان بيمتلك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، نقول مثلا عنده 10,000 فدان، 5,000 فدان. طيب وبقية الفلاحين معدمين، بيعانوا من الجهل والفقر والمرض وسوء التعامل من الإقطاع الكبير ده. فالثورة عملت إيه؟ الثورة قالت أنا هاخد الأراضي الكتيرة اللي عند الإقطاعي ده وأفرقها على الفلاحين، والفلاحين يبقى عندهم أراضي زراعية، ده ياخد فدان، ده ياخد فدانين، ده ياخد نص فدان، وهكذا، بحيث إن الفلاحين يمتلكوا الأراضي الزراعية. وحصل قانون الإصلاح الزراعي الأول وقوانين تانية قالت إن أقصى ملكية للفرد هتبقى 200 فدان، وبعدين رجعوا ل 100 فدان، وبعدين أقصى حاجة آخر حاجة بقت 50 فدان يمتلكوا الفرد الواحد، وبقية الأراضي تتاخد من الإقطاعي وتتوزع على الفلاحين. نقرأ الكلام: ظاهرة الإقطاع وسوء توزيع الأراضي الزراعية. دور في جعل فئة صغيرة اللي هم مثلا الأعيان اللي عندهم أراضي كبيرة تمتلك وتستبد، تملك الأراضي الزراعية وتستبد في سوق معاملة الفلاحين اللي بيزرعوا الأراضي، مما أدى لانتشار ظاهرة الفقر والجهل والمرض بين فئة أو بين طبقة السادة الفلاحين.
حصل بقى تنظيم الضباط الأحرار، وده هو اللي أدى إلى قيام ثورة 23 يوليو. اللي أسس تنظيم الضباط الأحرار كان ضابط وقتها تقريبا كان رتبته بالباشي، هو رئيس جمال عبد الناصر. سبب التأسيس قال لك في استمرار الاحتلال البريطاني وفي فساد الأوضاع في مصر زي ما اتكلمنا عنه. طيب أسباب نجاح ضباط الأحرار في تحقيق أهدافهم ثورتهم سنة 52. قام الضباط بثورة للقضاء على الفساد وتحرير الوطن واستقلال مصر. للقضاء على الفساد، تحرير الوطن، استقلال مصر. تمام. عمل هؤلاء الضباط في سرية تامة وخططوا لإعلان الثورة بعد أن نظموا صفوفهم. أحداث ثورة 23 يوليو 52. الثورة دي بدأت إزاي؟ قال لك في صباح 23 يوليو 52 الضباط خدوا سيطروا على المواقع الهامة في القاهرة وفي الإسكندرية بالمعدات العسكرية بتاعته. طيب الساعة 7:30 الصبح، الساعة 7:30 الصبح راح الرئيس، كان وقتها ضابط ما كانش لسه طبعا رئيس، السادات. الرئيس محمد أنور السادات راح الإذاعة المصرية، ألقى بيان الثورة وإمضاء من تحت اللواء محمد نجيب. اللواء محمد نجيب كان ضابط كبير في الجيش المصري، وكان على يعني له شعبية محترمة والناس بتحبه في الجيش المصري أو الشعب. فألقى البيان بتاع الثورة. مطالب الثورة، قال لك مطالب الثورة للملك فاروق، احنا عايزين نشيل الملكية خلاص، نلغي الملكية ونبدأ إعلان الجمهورية. طيب نبدأ نقرأ الكلام ونحاول نفهمه. حدث ثورة 23 يوليو 52. في صباح 23 يوليو 52 تحرك الضباط وسيطروا على مواقع الهامة في القاهرة والإسكندرية، فأصبحت القاهرة بأكملها تحت سيطرة قوات الثورة. بيان الثورة الساعة 7:30 صباحا أذاع محمد أنور السادات أول بيان للثورة من الإذاعة المصرية باسم اللواء، ممضي تحت كده في البيان اللواء محمد نجيب، وهو اللي كان متصدر أو واجهة الثورة. جاء البيان الأول بصوت طبعا محمد أنور السادات أحد ضباط الثورة، وسيطر محمد نجيب ست اللواء محمد نجيب على جميع قطاعات الجيش المصري بموجب إعلان بيان ثورة 23 يوليو 52. طيب مطالبكم إيه بقى من الملك فاروق؟ والنظام كان ملكي واللي بيحكم مصر كان الملك فاروق وكان في احتلال بريطاني. قال لك أول حاجة إنه يتنازل عن العرش، يتنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني الذي كان طفلا. يعني إيه يتنازل عن العرش لابنه؟ اللي هو يتنازل عن العرش بس بطريقه شيك، اللي هو يعني ايه، انت سيب العرش بس هنقول ان انت سبته خلاص لابنك الطفل كان لسه مولود اسمه احمد فؤاد، احمد فؤاد الثاني الذي كان طفلا، وتغادر البلاد قبل 3 ايام. يعني احنا عملناها يوم 23، يوم 26 الساعه 6 تكون مغادر البلاد. مغادر البلاد قبل الساعه 6 من مساء 26 يوليو 52. الملك فاروق خد اسرته وترك البلاد او غادرها قبل الموعد المحدد اللي هو احنا قلنا بعد 3 ايام. ليه؟ لانه شاف ان الجيش مش عايزه والشعب مش عايزه وقوات الانجليز تخلت عنه، فقال شكرا انا اسيب مصر وخلاص وهسيبها لقوات الثوره. راى ان الجيش وشعبه يكرهان حكمه بالاضافه لتخلي الانجليز عنه. طيب الثوره قامت، اهدافها ايه؟ اهداف الثوره كان 3 قضاء و3 اقامه. يعني ايه 3 قضاء؟ قضاء على حاجه سلبيه واقامه 3 حاجات ايجابيه. القضاء على الاستعمار، مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني. القضاء على الاقطاع اللي هو احنا قلنا واحد من الاعيان عنده مساحه كبيره من الاراضي الزراعيه لوحده وبقيه الفلاحين معدمين، قال لك لا احنا ناخد الاراضي ونفرقها على الفلاحين. ده القضاء على الاقطاع. القضاء على الاحتكار، سواء احتكار السلطه او احتكار راس المال. يعني ايه احتكار؟ احتكار عامه ان في حد بيستحوذ على المنفعه لوحده وبقيه الناس ما عندهاش. يعني مثلا احتكار السلعه، احتكار سلعه يعني واحد عنده السلعه هو الوحيد وبقيه السوق متعطش ما عندوش السلعه فبيعلي السعر براحته. وهنا في احتكار للسلطة وكمان سيطرة رأس المال على الحكم، في فساد. طيب إقامة إيه؟ إقامة جيش وطني حر، جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. كلام جميل جدا من الأهداف الثورة. طيب إنجازات الثورة 52. والله في المجال السياسي ومجال الاقتصادي ومجال الاجتماعي وعلاقة الثورة بالمجال العربي ومجال الدولي، نمسكهم واحدة واحدة كده ونتعلم ازاي نفهمهم ونحفظهم. في المجال السياسي احنا مش هنركز على الشهور عشان ما نصعبهاش علينا، خلينا نركز في السنين عشان يبقى سهلة في الحفظ، وما نرجعها مرة تانية هنصعبها، نبدأ نحفظ الشهور أو الأيام. طيب خلونا، الثورة بدأت امتى؟ 23 يوليو 52 سنة 52. في نقطة واحدة، 52 تم إلغاء دستور 23.
احنا قلنا 52 لغاء دستور ايه 23 2 3 يبقى 52 اول حاجه عملوها 52 تم الغاء دستور 2 دستور 23. طيب سنه 53 حصل نقطتين، احنا غيرنا الدستور. طب الاحزاب موقفها ايه؟ قال لك حل الاحزاب السياسيه لانها كانت احزاب فاسده. طيب 53 حصل حاجه كمان، حلينا حاجه او لغينا حاجه، الغاء الملكيه ونهايه النظام الملكي في مصر وبدايه الجمهوريه وتعيين السيد اللواء محمد نجيب اول رئيس لمصر. تمام، الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه وتعيين اللواء محمد نجيب اول رئيس لمصر. طيب 53 فيها نقطتين وقلناهم، و52 فيها نقطه واحده، 54 فيها نقطه واحده. 54 توقيع اتفاقيه الجلاء، اتفقنا مع القوات البريطانيه. كان وقتها بعد في بدايه الخمسينات حصل تصفيه الاستعمار على مستوى العالم، ان الاستعمار القوات المستعمره بتبدا انها تسيب مستعمراتها وترجع لبلادها. فالانجليز كانوا محتلين مصر، فعملنا معاهم اتفاقيه ان هم يسيبوا خلاص، اتفاقيه جلاء ان هم يتم جلاء القوات البريطانيه او القوات المستعمره عن ارض مصر وترك مصر للمصريين. وده انجاز عظيم جدا 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 بعد سنين طويله عنها، او يعني الشعب المصري كان تحت الاحتلال البريطاني. 54 توقيع اتفاقيه الجلاء، وتقرر فيها جلاء القوات البريطانيه عن مصر خلال 20 شهر، هنسيبكم سنه ونص يعني 20 شهر كده، وبعد كده ترحلوا عن ارض مصر. 54 سنه 56 فيها نقطتين. طيب 56 اللي حصل رحيل القوات الانجليزيه عن ارض مصر. تمام، بعد احتلال 74 عام من ايام 1882 والثوره العربيه واحمد باشا عرابي، واصبح هذا اليوم هو يوم الجلاء. ده يوم عظيم جدا ان القوات المستعمره الاحتلال البريطاني ترك مصر للمصريين، وحصل رحيل لهم بعد اتفاقيه الجلاء اللي توقعت 54. 56 تأميم شركه قناه السويس وجعلها تحت الاداره المصريه، شركه مساهمه مصريه. طيب نركز فيها كده واحده واحده. 54 حصل توقيع اتفاقيه الجلاء واتفقنا مع القوات البريطانيه انهم يسيبوا مصر في خلال 20 شهر من توقيع الاتفاقيه. 56 خلاص هم رحلوا، واصبح اليوم ده يوم عيد الجلاء بعد 74 سنه من احتلال بريطاني لمصر. 56 كمان حصل تأميم. يعني ايه تأميم؟ يعني جعل الشركه تبع الامه، ملكيه الامه، جايه من كلمه الامه، امه تأميم، الامه المصريه. يعني الشركه كانت تحت اداره وتحت مسؤوليه او مواردها واقتصادها رايحين لمين؟ لبريطانيا انجلترا. فدلوقتي قناه السويس اصبحت تحت الاداره المصريه، شركه مساهمه مصريه تابعه للامه المصريه. فدي كلمه تأميم. زي ما اقول لك كلمه هنجيبها كمان شويه، كلمه تمصير. تمصير البنوك، يعني ايه تمصير؟ يعني جعلها مصريه، جعل ادارتها وملكيتها مصريه، جايه من كلمه مصر. لو قلت لك خصخصه، خصخصه اصلها جايه من كلمه خاص، يعني قطاع عام وقطاع خاص، قطاع عام ملك الحكومه وقطاع خاص يعني ملك افراد او رجال اعمال، اللي هو يعني اداره الشركه مثلا او ملكيه الشركه تتحول من القطاع الحكومي او القطاع العام الى القطاع الخاص. كلمه خصخصه جايه من خاص. طيب تعالوا نحاول نحفظها كده. 52 قامت الثوره، اول حاجه لغى مين؟ دستور كام؟ 23. 2 3 4 يبقى 2 بعدها رقم 3، يبقى دستور كام؟ 23. مش عشان لسه في دساتير تانية. المهم تم الغاء دستور 52. طيب 52 رقم 1 ضاف الاثنين كام؟ 2 4 يبقى سنه 54 فيها برضه نقطه واحده. طيب 53 فيها نقطتين، ضعفت رقم 3 كام؟ 6 يبقى 56 حصل فيها نقطتين. 52 تم الغاء دستور 23. 53 تم الغاء الاحزاب وتم الغاء الغاء الملكيه. تم الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه، والطبيعي او الرئيس كان الرئيس السيد اللواء محمد نجيب. طيب 54 احنا قلنا زي 52 يبقى فيها نقطه واحده، التوقيع اتفاقيه، توقيع اتفاقيه الجلاء، ويتقرر فيها جلاء القوات البريطانيه بعد 20 شهر من تاريخ الاتفاقيه. يعني قدامك يا بريطانيا 20 شهر تكوني خدت كل معداتك واسلحتك وجنودك وسبتوا ارض مصر. 56 الرحيل بقى بتاع الانجليز، رحيل الانجليز نهائيا عن ارض مصر بعد احتلال 74 عام، واصبحت هذا اليوم هو عيد الجلاء. 56 اخر نقطه في رقم 6 هي تأميم شركه قناه السويس وجعلها شركه مساهمه مصريه. تقريبا كده هيبقى اسهل في الحفظ. لما نعيد عليها مره واثنين وثلاثه لانها اتسجلت
فعقلنا كده وبقت سهله جدا. تاني حاجه، ثانيا المجال الاقتصادي. يعني ايه اقتصادي؟ المجال الاقتصادي يعني المهن والحرف والوضع الاقتصادي في مصر، يعني الزراعه والصناعه والتجاره. طيب مجال الزراعه عملت ايه؟ احنا عايزين نزرع اراضي صحراويه، مش في صحراء؟ طب ما نزرعها ونزود الرقعه الزراعيه في مصر. طيب في سد عالي عايزين نبنيه، هنبدا نفهم. قال لك توسع في اصلاح الاراضي الزراعيه لزياده الرقعه الزراعيه. تمام، عايزين نزرع الصحراء، نطلع محصول، نطلع انتاج، نغطي الانتاج المحلي، ولو في فايض نبدا ان احنا نصدره بره ويجي لنا عمله. كلام جميل. وانشاء السد العالي وتم انجازه 71. السد العالي تم يعني انشاؤه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس توفى سنه 70، وطبعا استكمل او تم انشاؤه مثلا سنه 71. ليه السد العالي؟ لان مصر كان بتعاني من اثر الفيضان. الفيضان كان يجي ميه كتير، في اوقات نعرف نزرع اوقات مش بنعرف نزرع. طيب لو حجبنا الميه دي عملنا سد، نقدر نتحكم في الميه، نخزن الميه، وفي نفس الوقت نحمي نفسنا من خطر الفيضان، ونبدا نخزن الميه، وفي نفس الوقت الميه هنستغلها في توليد طاقه كهربائيه. بمعنى في سد وفي ميه كده، يعني عملنا فتحات في السد بننزل منها الميه. لو حطيت مروحه قدام ميه نازله، ايه اللي بيحصل؟ المروحه هتلف وتدور فهتطلع كهرباء. المراوح دي بقى اسمها توربينات، اجهزه كبيره بتتحط عند السد بتدور بتطلع طاقه كهربائيه. وطبعا الكهرباء بنستخدمها في كل حياتنا، مصانع بقى تدور والدنيا تدور. طيب تعال نقرا الكلام. الزراعه اهتمت بالثوره بالزراعه، التوسع في اصلاح الارض الزراعيه لزياده الرقعه الزراعيه، وانشات السد العالي وتم انجازه سنه 71 للوقايه من الفيضان وتخزين الميه. واتعمل بحيره اسمها بحيره، سموها بحيره ناصر على اسم السيد الرئيس جمال عبد الناصر، وتوليد الطاقه الكهربائيه. كلام جميل. انت زرعت؟ طلعت من منتج. يعني خلونا نجيبها بمثال كده بسيط. انت بتزرع قطن، القطن هتوديه فين؟ هتوديه المصانع، يعني صناعه، هتبدا تصنع ملابس مثلا. طب الملابس بعد ما تنتجها او بعد ما تصنعها هتعمل ايه؟ توديها الاسواق عشان تتباع، توديها السوق. زراعه، صناعه، تجاره. نتكلم عن الصناعه. الصناعه يعني مصانع ويعني عمال. فتم انشاء كثير من المصانع، ومن اهمهم الحديد والصلب بحلوان ومصنع الاسمده باسوان. حديد والصلب في حلوان ومصنع الاسمده باسوان. نقرا الكلام. انشاء كثير من المصانع واهمها مصنع الحديد والصلب بحلوان. حرف الحاء، حرف الحاء. اول ما اقول لك حديد وصلب، حديدي بحلوان. طب لو قلت لك مصنع اسمده الف وسين، تبقى تقول لي الف وسين اسوان. اسمده اسوان، حديد وصلب حاء يبقى حلوان. طب اسمده الف سين يبقى اسوان. سهله اهي. تمام. تم الاهتمام بالتنقيب عن البترول وانشاء معامل لتكريره. التنقيب على البترول ان انا احفر، احاول استكشف بترول، يطلع البترول، وبعد كده ادخله معامل التكرير، ان احنا هو بيطلع ميه سودة كده. فالتكرير بتاعه ان احنا بنفصل البترول ده للعناصر المكونه ليه. نطلع بقى البنزين، نطلع السولار، نطلع المازوت، نطلع كل العناصر بتاعته. وطبعا كل عنصر بيدخل فيه تصنيع معين او استخدام معين. يبقى اهتمنا بالتنقيب عن البترول وانشاء معامل لتكريره. كلام جميل. طب في مصانع يبقى اكيد في عمال. طب العمال دول لازم يتدربوا، فتم اهتم بالتعليم الصناعي وانشاء مراكز لتدريب المهن. التعليم الصناعي زي مدارس مثلا الصناعه والصناعي، بيتعلموا حرف زي حرف النجاره، حرف الميكانيكا. وتم انشاء مراكز للتدريب المهني، مركز لتعلم حرفه كذا، مركز لتعلم صناعه كذا. يبقى عندنا عمال مدربين يقدروا ان هم يشتغلوا في المصانع، فده اهتمام بالصناعه. طيب التجاره، يبقى عايزين اسواق، احنا عايزين نتاجر، يبقى خدنا المنتج عايزين نبيعه، يبقى في اسواق. تم فتح اسواق خارجيه لمصر، في خارجيه لتسويق المنتجات المصريه. تمام. هنبيع اسواق خارجيه يعني خارج مصر. طبعا بنبيع في مصر انتاج تسويق محلي وفي تسويق خارجي. وقامت بتمصير. احنا كلامنا دلوقتي على اسواق وعلى فلوس مثلا، يبقى قامت بتمصير. تمصير يعني جاي من كلمه مصر، يعني جعل بقى البنوك وشركات التامين وشركات الاستيراد والتصدير تبع اداره وملكيه مصريه. ما عادش في ادارات انجليزيه للبنوك بتاعتنا، خلاص هي بقت مصريه. طيب في المجال الاجتماعي، يعني الناس وبعضهم عملت حاجات عظيمه جدا. اول حاجه قطاع الاقطاع اللي احنا قلنا من اسباب الثوره ومن اهداف الثوره، اللي هو ان هو في واحد من الاعيان عنده فدادين كتير، نقول 10000 فدان. عملنا خدنا منه الفدادين دي، وبعدين بدانا نوزعها على الفلاحين. وعملنا قانون الاصلاح الزراعي الاول وقوانين تانية جت بعده.
بمعنى ان والله بص احنا هناخد منك 10000 فدان وهنسيب لك بس 200 فدان، وبعدين رجعنا تاني قانون تاني قال لك لا احنا هنسيب لك 100 وناخد الاراضي ونوزعها على الفلاحين، وبعدين قانون تالت قال لك لا احنا هنسيب لك 50 فدان اقصى حاجه، يبقى معاك 50 فدان ملكك وبقيه الفدادين نوزعها على الفلاحين. فتم اصدار القضاء على الاقطاع. عملنا ايه بقى؟ تم اصدار قانون الاصلاح الزراعي الاول في سبتمبر سنه 52 نفس السنه. تمام. واصدرت قوانين اخرى. القوانين الاخرى دي عملت ايه؟ القوانين الاخرى انتهت بتحديد الملكيه الزراعيه للفرد ب 50 فدان، ده خلاص اتفقنا اخر حاجه ان هيبقى عنده 50 فدان، مما زاد من تملك الفلاحين للاراضي الزراعيه. والاراضي وزعناها فين؟ وزعناها على اخواتنا الفلاحين. طيب اقامه عداله اجتماعيه دي جميله جدا. قال لك وضع مصر وقت الحكم مثلا وقت الفتره الملكيه كان ايه؟ كان في عيان وكان في فساد وكان في ناس عندها فئه معينه عندها ثروات وسوء توزيع الثروات، وبقيه الشعب كان او الفلاحين كان الدنيا مش حلوه، يعني كان في فقر وجهل ومرض. طب قال لك نعمل ايه؟ الناس اكيد عايزين تعليم كويس وعايزين رعايه صحيه وعايزين جمعيات زراعيه برضو تباشر احتياجات الساده الفلاحين. طيب نقرا كده. قال لك جعل التعليم بالمجان. جعل التعليم بالمجان يعني التعليم ببلاش، اللي عايز يتعلم مش هيصرف فلوس. يعني امور بسيطه كده، التعليم ببلاش، مجانيه التعليم. فالطالب راح يتعلم في سواء في المدارس بقى الابتدائي اعدادي ثانوي جامعه ببلاش. جعل التعليم بالمجان اللي هو مجانيه التعليم في كل المراحل التعليميه بما فيها التعليم الجامعي. فهمت؟ اصدار قوانين التامينات الاجتماعيه والمعاشات للموظفين والعمال الغير قادرين على العمل. بمعنى لو في واحد مثلا موظف او في واحد بيشتغل مهنه معينه وصل لسن ال60 وصل لسن المعاش مش هيقدر ان هو صحيا يستكمل العمل، خلاص هو طلع، يعني ايه مين اللي هيصرف عليه بعد كده بعد عمر ال60؟ قال لك والله احنا نعمل تامينات وتعمل معاشات عشان الناس دي لما تكبر يبقى لهم معاش او ليهم دخل ثابت شهري يقدروا يعيشوا منه. فتم اصدار قوانين التامينات الاجتماعيه والمعاشات للموظفين وكمان للعمال الغير قادرين على العمل. حاجه جميله جدا. تالت حاجه احنا اتكلمنا على العمال، يبقى نتكلم على عدد ساعات العمل. قال لك العمال هيشتغلوا بعدد ساعات عمل معين، بمعنى انت تشتغل من الساعه 8 للساعه 4، مش هنزود عليك ساعات عمل. ونشرك العمال في اداره الشركات والمصانع، بمعنى ان العمال لو في مصنع، طبعا المصنع بيبقى له اداره ومحاسبين واداريين ومدير المصنع، وبيبقى في العمال بيشتغلوا في الورش مثلا والايه والتصنيع. فقال لك احنا هنجيب من العمال دول ناس ممثلين عنهم زي كبير العمال كده او رئيس العمال، وهندخله كمان في اداره الشركه في الاجتماعات، يحضر الاجتماعات عشان يقول رايه في وضع الشركه، مثلا عنده وجهه نظر يقولها، عنده طلبات للساده العمال يقول له. وكمان الشركه لو حصل ليها في اخر السنه مثلا ارباح، ناخد جزء من الارباح نوزعه مكافئات على العمال. نقرا الكلام. تحديد عدد ساعات العمل، فهمتها. واشراك العمال في مجالس اداره الشركات والمصانع، وتحديد نسب لهم من الارباح. كلام جميل جدا. رقم 4 منح المراه حق الانتخاب والترشح لمجلس الامه مجلس النواب حاليا عام 56. بمعنى ان المراه وقتها ما كانش لها حق انها تروح الانتخابات تحط صوتها او انها ترشح اصلا لمنصب برلماني زي مجلس الامه. مجلس الامه اللي هو بيعادل دلوقتي مجلس النواب واللي هو مجلس الشعب. والكلام ده حصلت على حقها امتى؟ سنه 56. خامس حاجه اقامه الوحدات الصحيه والجمعيات الزراعيه. الوحدات الصحيه زي المستوصف، وحده صحيه، مستشفى صغيره، لتوفير الخدمه الرعايه الصحيه طبعا للمواطنين. وفي نفس الوقت عملنا جمعيات زراعيه عشان نساعد اخواتنا الفلاحين على اداره شؤون الزراعه في اراضيهم، وطبعا هم خدوا الاراضي بعد القضاء على الاقطاع. تمام. طيب رابعا على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. على المستوى العربي احنا قلنا في اول حاجه ان الثوره دي الهمت، المؤرخين قالوا انها الهمت حركات التحرر على مستوى العالم او الدول العربيه. بمعنى عملت ثوره على مساندة الشعوب العربيه والافريقيه لنيل الاستقلال. والله في احتلال مثلا في الجزائر، احنا نساعد اخواتنا الجزائريين ان هم يمشوا الاحتلال من عندهم. في احتلال مثلا في المغرب، احنا نساعد اخواتنا المغاربه ان هم يمشوا الاحتلال من عندهم ويبقى عندهم استقلال زي ما مصر حصلت على الاستقلال بثوره 23 يوليو 52. نقرا الكلام. ساعدت السودان تحتنا. عدلي ليبيا كده لان ليبيا كانت تحت الاحتلال الايطالي ومشى سنه 51 وعندنا الثوره 52. فالسودان وبعدين فوت لي ليبيا وخش لي بعد ليبيا ايه؟ جزائر، تونس، مغرب. جزائر، تونس، مغرب موجودين معانا. والكويت والعراق الاثنين مرتبطين ببعض وكان بينهم حرب
فعايزين نحفظها بس. الكويت والعراق مرتبطين ببعض، ومعهم اليمن احنا كده بنتكلم على اسيا. طب اليمن فيها حرف الياء، مفيش كمان دولة افريقية فيها 2 ياء. كينيا. يبقى بس عدد. السودان تحتنا تحت مصر على خريطة. طيب نفوت كده ليبيا وندخل على بعد ليبيا ايه؟ بعد ليبيا جزائر، تونس، مغرب موجودين معانا، والعراق ومين؟ العراق والكويت واليمن، ودولة فيها 2 ياء افريقية كينيا. حفظتهم. تاني حاجة طبعا وده الأهم، يعني طول سنين مصر بتدافع عن القضية الفلسطينية، تأييد الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ده على مستوى تأثير مصر على المستوى العربي. ثالث نقطة، إقامة أول تجربة عربية لتحقيق الوحدة العربية. أول تجربة عربية لتحقيق الوحدة العربية في اتحاد بين دولتين اللي هو مصر وسوريا في فبراير 58، وللأسف بسبب التدخلات الاستعمارية تم إنهاء الاتحاد ده 61 بعد 3 سنين. دي لسه هنشوفها بعدين. وفي نفس الوقت كان في بينهم اتفاقية دفاع مشترك، ان لو مصر حاربت سوريا تقف معاها، لو سوريا حاربت مصر تقف معاها. هندرس كل ده بعدين. يبقى أقامت الثورة أول تجربة عربية لتحقيق الوحدة العربية بين دولتين مصر وسوريا سنة كام؟ سنة 58. تمام؟ طيب على المستوى الدولي، الثورة دي أثرت على المستوى الدولي في إيه؟ كثرة احتكار السلاح العالمي. زمان كنا بناخد سلاح من مين؟ مثلا من الجهة الغربية، من أمريكا مثلا. طيب تم عقد صفقة الأسلحة الشرقية، يعني أسلحة جاية من جهات من الكتلة الشرقية من الاتحاد السوفيتي سنة 55. بدأنا نشتري سلاح من السوفيت سنة 55، وده له دور مهم جدا، لأن ده كان من ضمن أسباب عدوان 56 علينا، إن إسرائيل خايفة إن مصر تكون دولة قوية وجيشها قوي، فبدأت إنها يعني عايزة تضعف مصر، فكان من ضمن الأسباب لحرب أو عدوان 56 على مصر. تاني نقطة، احنا قلنا شكلت مصر عدم الانحياز، اللي هو احنا مش مع الكتلة الشرقية ولا مع الكتلة الغربية، احنا دول عدم الانحياز، يعني مش هنستقطب هنا ولا مش هنضم لدول ولا ننضم لدول، احنا دول يعني ناشئة وعايزة تبني الدولة المصرية. وظهر دور رائد لمصر مع كل من الهند ويوغوسلافيا واندونيسيا في مؤتمر اسمه باندونج في اندونيسيا سنة 55. يبقى 55 حصل نقطتين، حصل تشكيل حركة عدم الانحياز بين مصر والهند ويوغوسلافيا واندونيسيا. لو لاحظنا عايزين نحفظها كده. طيب عايزين نحفظها، نلاحظ ان مصر والهند الاثنين يعني قريبين من بعض، الاثنين حتى 3 حروف، مصر والهند ماشي. يوغوسلافيا اخرها ياء الف، واندونيسيا اخرها ياء الف. احنا بنحاول نحفظها باي شكل بحيث ان احنا ما ننساش. تمام. في مؤتمر باندونج مع اندونيسيا سنة 55. طيب التعريف اهو، هيقول لي ما المقصود بعدم الانحياز؟ اللي احنا مش هنضم لا الكتله الشرقيه بتاع الاتحاد السوفيتي ولا الكتله الغربيه بتاعت امريكا ودول اوروبا. تمام. اللي هو عدم انضمام الا اي من الكتلتين سواء شرقيه او غربيه. لكن 55 عملنا حاجه مع الكتله الشرقيه، عملنا ايه؟ اشترينا منهم سلاح وسميت صفقه الاسلحه الشرقيه سنه كام؟ سنه 55. تمام. يبقى دي اهداف الثوره او انجازات ثوره. احنا قلنا على المستوى السياسي 6 نقط، واحده 52 اللي هو عملنا ايه؟ الغاء دستور 2 3 الغاء دستور 1923. 53 فيها نقطتين، النقطه الاولى لغينا دستور، يبقى لغينا احزاب، تم حل الاحزاب السياسيه. 53 الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه وتعيين السيد الرئيس محمد نجيب اول رئيس لمصر. 54 فيها نقطه واحده زي 52، احنا قلنا ضعف الرقم بيبقى زيه. 54 توقيع اتفاقيه الجلاء وتقرر فيها جلاء قوات بريطانيا على مصر بعد 20 شهر من تاريخ الاتفاقيه. 56 فيها نقطتين، النقطه الاولى ان خلاص رحيل القوات البريطانيه بعد فتره 74 عام احتلال لمصر، وطبعا اليوم ده اصبح يوم عيد الجلاء ومصر بتحتفل بيه بشكل سنوي. 56 تأميم شركة قناة السويس لشركة مساهمة مصرية. المجال الاقتصادي، احنا قلنا الاقتصاد عبارة عن زراعة، صناعة، وبعد كده تجارة. زي ما قلنا المثال البسيط اللي احنا دلوقتي لو بنزرع قطن القطن ده هنودي المصانع، هيبدأ ان هو يصنع مثلا منسوجات او ملابس، وبدأ ان احنا نسوق سواء في الداخل او في الخارج. فتشكيلة كده بس، يعني ايه مثال اللي احنا نحاول نفتكر بيه. قال لك الزراعة تم تصورها بالزراعة، توصف في استصلاح الارض الزراعيه وزياده الرقعه الزراعيه. وكان في حاجه للسد العالي، تم انشاء السد العالي عام 71 للوقايه من خطر الفيضانات ولتخزين الميه ولتوليد الطاقه الكهربائيه. لما قلنا التوربينات اللي احنا بنحط توربينات قدام الايه؟ قدام مصادر الميه فبتولد كهرباء.
الصناعة. اهتم بالصناعة. اتكلمنا في الصناعة ليه؟ إنشاء كثير من المصانع زي مصنع مين؟ الحديد والصلب. يبقى حلوان، حرف أسمدة أسوان. تمام. طبعا في صناعة يبقى نقبنا على البترول وأنشأنا معامل لتكرير البترول. طب والعمال هنعمل إيه؟ قال لك اهتمينا بالتعليم الصناعي وإنشاء مراكز للتدريب المهني، اللي هو مراكز بيتعلموا فيها حرفة كذا وحرفة كذا وحرفة كذا، بحيث يكون عندنا عمال على كفاءة عالية لإنتاج صناعي. طيب التجارة احنا قلنا نفتح أسواق. تم فتح أسواق خارجية لمصر. طبعا في أسواق داخلية إنتاج، أسواق محلية جوه مصر، وفي أسواق خارجية بنبيع منتجاتنا خارج مصر. تمام، لتسويق المنتجات المصرية. وقامت بتمصير يعني جالها إدارة مصرية وملكية مصرية لمين؟ البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير، لأنهم كانوا إدارة إنجليزية. في المجال الاجتماعي قلنا أول حاجة قضاء الإقطاع، وده من أهم أسباب وأهداف ثورة 52. لما قلنا إن في واحد من الأعيان عنده 10,000 فدان، ناخد الفدادين ونوزعها على السادة الفلاحين. تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول سنة 52، نفس السنة بتاع الثورة، وإصدار القوانين بعدها انتهت بأن تحديد الملكية الزراعية للفرد آخره 50 فدان. تمام. وبما زاد من تملك الفلاحين للأراضي الزراعية إننا خدنا الأراضي ووزعنا عليهم. تاني حاجة إقامة عدالة اجتماعية. قلنا 5 نقط بتاعة التعليم، مجانية التعليم. لما احنا قلنا مجانية التعليم لكل مراحل التعليم، ابتدائي إعدادي ثانوي وحتى التعليم الجامعي. تمام. إصدار قوانين للتأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين والعمال غير قادرين على العمل، اللي احنا قلنا هنعمل للعمال أو الموظفين بعد ما عدوا سن 60، يعني خلاص الناس كبرت في السن، فمحتاجين دخل ثابت ليهم يبقى معاش. فتم إصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين وأيضا العمال غير قادرين على العمل، بحيث يبقى يكون ليهم دخل شهري ثابت. تمام. قال لك عمال يبقى في أكيد بيشتغلوا، تحديد عدد ساعات العمل. مثلا يتفقوا العمال والله تشتغل من الساعه كذا للساعه كذا، مش هتزود عليهم، احتراما طبعا لحقوق الانسان واحتراما لحقوقهم كعمال. والشركه العمالي في مجلس اداره الشركات والمصانع، وتخصيص جزء من الارباح ليهم، ان هو خلاص يعني المصنع فيه ارباح، جزء من الارباح يروح للساده العمال برضو مكافئات ليهم. تمام. طب المراه، قال لك المراه خدت منح المراه حق الانتخاب، انها تنتخب تحط صوتها في الانتخابات البرلمانيه مثلا، وكمان ممكن تترشح على مقعد، يعني ممكن يبقى عندنا نائبه ست سيده في مجلس الامه. مجلس الامه اللي هو اللي هو مجلس الشعب، اللي هو حاليا اسمه مجلس النواب. والكلام ده كان سنه 56. وإقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. الوحدات الصحية زي المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الرعاية الصحية طبعا للمواطنين، والجمعيات الزراعية لتوفير خدمات زراعية من بقى المحاصيل والأسمدة لمين؟ لإخواتنا الفلاحين. طيب على المستوى العربي، قال لك احنا ساعدنا حركات التحرر للدول العربية انها تمشي الاحتلال من عندها، زي مثلا الدول العربية. طيب عملت الثورة على مساندة الشعوب العربية والأفريقية لنيل الاستقلال، زي السودان، وقلنا نفوت ليبيا. تمام. السودان، وبعد السودان عندنا الجزائر، تونس، المغرب موجودين معانا، العراق ومعاه مين؟ العراق مع الكويت، وفي اليمن، ودولة أفريقية فيها 2 هي كينيا، حفظتها. طبعا تأييد الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحقه في إقامة دولة له مستقلة اسمها القدس الشريف، عاصمتها القدس الشريف، دولة فلسطين. وقامت أول تجربة عربية لتحقيق التعاون أو تحقيق الوحدة العربية بين دولتين مصر وسوريا، كانت سنة 58. ودي يعني استمرت لحد 61. على المستوى الدولي، احنا اتكلمنا على عدم الانحياز، واتكلمنا على نقطة كمان السلاح الاتنين 55 على المستوى الدولي، 55 في نقطتين. كسر احتكار السلاح العالمي. احنا قلنا احتكار السلاح، ان السلاح عايزين نشتري بس من الجهة دي، من الجهة الغربية، من الكتلة الرأسمالية، من الأمريكان. طب مش عايزين نشتري منهم، فنشتري من الكتلة الشرقية، فرحنا للجانب الشرقي لمين؟ للاتحاد السوفيتي، فرحنا اشترينا سلاح من الاتحاد السوفيتي أو الكتلة الشرقية. وطبعا سميت صفقة الأسلحة الشرقية اللي هي جاية من الشرق، الكتلة الشرقية. الكلام ده عام 55. و55 حصل حركة عدم الانحياز، اللي ساهمت في تشكيل حركة عدم الانحياز، ودول مصر رائد وقتها مع الهند ومصر، الاتنين 3 حروف، وكان في 2 يا يوغوسلافيا اندونيسيا، وده كان في مؤتمر باندونج باندونيسيا عام 55. طيب المقصود بعدم الانحياز هو عدم انضمام لأي من الكتلتين الشرقية أو الغربية. تمام. وده نهاية الدرس الأول.